هل في مرة قبل كده حسيتِ بزعل، حسيتِ إن أنتِ مش عارفة تعبّري عن مشاعرِك دي كفاية، حسيتِ إن أنتِ لو اتكلمتِ وعبّرتِ عن زعلِك، عن ضيقِك وغضبِك، حسيتِ إن الناس هتفتكرِك ضعيفة وإن ما حدش بعد كده ممكن إن هو يسمعِك، حسيتِ قبل كده بإحساس زي ده؟ أنا بقى عايزة أسألِك سؤال، ليه في كل مرة عايزة تفضلي ساكتة، مع إن أنتِ لو اتكلمتِ هتحسي إن أنتِ مرتاحة؟ أنا هنا جاية أقول لِك التعبير عن المشاعر عمره ما كان ضعف، أمّا تعبّري عن نفسِك وتقولي إن أنتِ زعلانة أو متضايقة، دي حاجة عمرها ما كانت ضعف منِّك أبدًا، بالعكس دي ممكن تكون أول خطوة إن أنتِ تحسي فيها بقوتِك. وفي جلسات العلاج النفسي الأونلاين هتبدئي إن أنتِ تتعلمي إزاي تعرفي تعبّري عن مشاعرِك، وإزاي إن أنتِ تتكلمي عنها بشكل أحسن. جلسات العلاج النفسي الأونلاين هتساعدِك إن أنتِ إزاي تعرفي تفهمي مشاعرِك، ولإن التعبير عن المشاعر هو الطريقة اللي هتساعدنا إن إحنا نعرف نتواصل مع الناس بشكل كويس، ولإن صوتِك يستاهل إن هو يتسمع. ابدئي رحلتِك دلوقتي إن أنتِ إزاي تعرفي تفهمي مشاعرِك بكل تلقائية وبكل ثقة، واحجزي جلستِك النفسية الأونلاين دلوقتي وما تنسيش لينك الحجز هتلاقيه موجود في البايو.